المية رجعت لمجاريها وقالت إنها كانت لحظة شيطان وراحت لحالها. شيرين وحسام حبيب رجعوا لبعض من تاني وهيبدأوا مع بعض حياة جديدة للمرة الرابعة. يا ترى إيه الحكاية؟ وليه ما أعلنوش رسميا لحد دلوقتي؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. في الساعات اللي فاتت اتصدر اسم شيرين وحسام حبيب كل الترندات، ومفاجأة للكل المرة دي بعد انتشار أخبار من مصادر صحفية مختلفة إن شيرين وحسام حبيب رجعوا لبعض من تاني، وإنهم استغلوا الفرصة قبل انتهاء شهور العدة. الكل في البداية ما كانش مصدق الخبر، لكن اللي أكد لهم الموضوع هو إن مصادر تانية مقربة من شيرين أكدت الحكاية دي، وقالوا إنهم هيعلنوا في الوقت المناسب. الكل كان متفاجئ المرة دي من الخبر ده، لأنه كانت المرة الأولى اللي القرار يطلع من شيرين بطلب الطلاق بعد ما شافت إن وجودها مع حسام مأثر عليها فنياً، على الرغم من إنه مفيش أي تصريحات من الطرفين عن أسباب الانفصال. لكن وقتها أكدت المصادر الصحفية إنها بسبب خلافات كبيرة بينهم. سبب الطلاق الحقيقي هو إنها اتخانقت معاه على الطيارة بسبب إنه لغى حفلة مهمة ليها بدون ما يرجع لها، والاتنين ضربوا بعض في الجو ومن بعدها تم الانفصال. ده غير إنه بيقال إن الحب دخل في الشغل، وده اللي خلى شيرين تحس إنها مش واخدة حريتها نهائي. والانفصال ما حصلش بتفاهم، ده الاتنين تعدوا على بعض بالضرب والشتيمة على الطيارة. ومن بعد الانفصال شيرين رجعت لحياتها الفنية وبقوة، وقالت إنه من النهاردة مفيش غير الشغل. وبعدها بأسابيع سمعنا عن خبر ارتباطها بدكتور تامر سليم، هو خطيب الفنانة الشابة مريهان حسين، واللي كان من المفترض إن حفل زفافهم هيكون في فبراير القادم. لكن كل شيء اتغير لما اتعرف على شيرين، وبعدها بأسابيع قليلة أنهى علاقته بمريهان حسين. قصة الحب دي كان بقالها شهور لما اتعرفت عليه عن طريق مدير أعمالها السابق، وزادت المحادثات والكلام ما بينهم في فترة من الفترات. لكن واضح كده إن حب حسام حبيب أقوى من كل شيء. وبعد كل الكلام والشائعات حسام وشيرين رجعوا لبعض من تاني، وعلى الأرجح كده هيعلنوا الخبر بعد ما يقضوا شهر عسل جديد. الجمهور أول ما سمع الكلام بدأ في انتقادها، وقال إنها إنسانة غير مسؤولة ومش عارفة تاخد قرار في حياتها، وإن اللي بتعمله ده هيضيع مستقبلها الفني. دلوقتي بقى جه دوركم تقولولنا، شايفين إن شيرين وحسام هيعلنوا الخبر فعلا خلال أيام؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقعنا، موقع صوت الملايين.